يا هلا شباب، طبعا بتدور عن الكليات التكنولوجيه وعايز تعرف كل المعلومات عنها والتخصصات. انا عايز اعرفك انك جيت المكان المناسب، ودي البلاي ليست معموله لطلبه الدبلوم بس. وفي الفيديو ده هكلمك عن كل حاجه تخص الكليات التكنولوجيه، شروط القبول والمؤهلات اللي بتديها لك والاستراكشر بتاع الكليه من جوه، وكمان هقول لك عن الخبر الجديد بتاع النقابه الخاصه بالتكنولوجيين. خليك معايا. يا هلا بالشباب. اولا نحط في دماغك ان اختيارك موفق 100%. ليه بقول لك اختيارك موفق؟ لان الكليه جديده وبتعمل معرفه عمليه مع معرفه نظريه برضو. يعني انت مش هتدرس بس جوه بشكل نظري بس، لا ده انت بتدرس نظري وعملي. خليني اقول لك ان التخصصات اللي فيها تخصصات تشتغل جوه مصر وتشتغل في سوق الخليج وتشتغل برضو في الاسواق العالميه، طبعا شرط اللغه زي ما احنا اتكلمنا. فهنا الكليه بالشكل ده وبتصميم المنهج ده بتخليك انت كمان مؤهل بشكل كبير قوي انك تشتغل في السوق المصري والسوق الخليجي والسوق الدولي. وفي الفيديو ده انت تسمع مقدمه عن الكليه، ايه هو الكامبس المباني، الدنيا اخبارها ايه، وهنتكلم برضو عن برامج الكليه اللي بتقدمها، وهنتكلم عن شروط القبول والمصاريف في الكليه، وهنتكلم على امتيازات الكليات التكنولوجيه، وعندنا ملخص الفيديو وعندنا نصيحه عميه في اخر الفيديو. وخليني في الجزء ده من الفيديو نتكلم عن مقدمه عن الكليه. وكمان في مقابلات الدكتور احمد الحيوي لما كان مستضيفينه عشان يتكلم عن الكليات التكنولوجيه، كان بيقول انها اصلا معموله في الاساس عشان تخدم على طلبه التعليم الفني فقط لا غير، وانها تحسس الطالب ان انت خلاص بقى عندك مكان تنتمي فيه. طبعا كلام عن طلبه الثانويه الصناعيه، بقى عندك مكان تنتمي ليه وتعمل فيه بكالوريوس وتعمل فيه ماجستير وتعمل فيه برضه دكتوراه، ويكون المؤهلات دي مؤهلات مهنيه. يعني ايه مهنيه؟ يعني انت بتتعلم فيها ازاي تطبق الكلام ده على ارض الواقع في السوق بره. يعني الكليات التكنولوجيه اصلا معموله علشان خاطرك، معموله علشان خاطر طالب التعليم الفني، عشان ما يحسش ان هو ملوش مكان ينتمي ليه وملوش مكان او ملوش كليه بتاعته هو. لا، هي معموله علشانك، علشان خاطر تساويك باي مؤهل اخر، وعلشان خاطر تخليك حاسس ان انت ليك انتماء لمكان معين بتعمل فيه البكالوريوس وتعمل فيه الماجستير وتعمل فيه برضه الدكتوراه. وكمان الدكتور احمد الحيوي ذكر ان الكليات التكنولوجيه بتخرج تكنولوجي قادر على مواكبه التطور اللي بيحصل في العصر. طبعا عندنا دلوقتي ميكاترونكس واوتوترونكس واطراف صناعيه ورينبل انرجي واي سي تي. اي سي تي اللي هي الانفورميشن كوميونيكيشن تكنولوجي. فالتخصصات دي كلها السوق متشبع بيها بالنسبه لمؤهلات تانية. اما لا، اما تيجي تتكلم على تكنولوجي واحد دارس الكلام ده وكمان بيطبقه بشكل عملي صح وهو متدرب عليه في الكليه، لا ده اللي نادر. ده مش بس اللي عايز يشرف، لا ده مش بيشرف، هو عارف ازاي يشرف وعارف ازاي هي معموله وكمان بيشتغل بايديه. فده ايدج ليك في السوق، ايدج ليك ان انت فاهم وبرضه بتعرف تطبق بايديك على ارض الواقع. فدي كانت مقدمه كده صغيره عن الكليات التكنولوجيه. وكمان عايز اقول لك ان خريجي الكليات التكنولوجيه بالاستراكشر بتاع المنهج اللي معمول دلوقتي ان انت تكون فاهم عملي كويس قوي وتعرف تطبق التخصصات الجديده دي. عليك طلب هايل دلوقتي في مصر، وعليك طلب هايل بالنسبه للمجتمع العربي كله، وعليك طلب هايل برضه بره. طبعا كلنا ملاحظين حوار نقص العماله اللي موجود، وعارفين برضه نقص العماله المتميزه. فانا عايز اقول لك دلوقتي ان انت اختيارك صح. ما تقارنش ما بين الكليه وما بين مؤهلات تانية. لو انت خلاص قررت تختار الكليه محترمه، والكليه المؤهل بتاعها محترم، والتعليم بتاعها محترم، وديزاين المنهج كله محترم. لان التخصصات دي كلها جديده. لو بتتكلم عن الطاقه المتجدده او تكنولوجيا المعلومات والاطراف الصناعيه والاوتوترونكس والميكاترونكس، التخصصات دي جديده، فكمان المناهج بتاعتها هتكون محدثه باستمرار. وده الكلام اللي ذكره الدكتور احمد الحيوي في مقابلاته كلها على اليوتيوب اللي انا اكيد اتفرجت عليها عشان خاطر انقل لك الفيديو ده. فانا كده في المقدمه دي اديتك بريف عن الكليه، المنهج بتاعها، الجزء العملي فيه اكبر من الجزء النظري، الجزء العملي اللي فيه متحدث باستمرار عشان خاطر يطابق التطور اللي بيحصل في السوق، عشان خاطر لما انت تتخرج تلاقي اللي انت درسته موجود بره في سوق العمل، ما يكونش فيه فجوه كبيره ما بين المنهج بتاع الكليه وما بين سوق العمل. فالفجوه دي انت اللي هتضطر تملاها. فلا، هي الكليه مليها لك بنفسها. الكليه مصممه المنهج بحيث ان انت اللي تدرسه في الكليه تلاقيه بره، وكمان انت هتكون قادر انك تطور في اللي موجود بره باللي انت درسته في الكليه. ليه بقى؟ لان انت مش مجرد عارفه، لا ده انت كمان بتعرف تعمله. وخليني في الجزء ده من الفيديو اكلمك عن الكامبس بتاع الكليه او المباني اللي انت هتدرس فيها. احنا عندنا جامعه القاهره الجديده، وجامعه الدلتا التكنولوجيه، وجامعه بني سويف التكنولوجيه. جامعه القاهره الجديده بيكون فيها كليه الصناعه والطاقه، وجامعه الدلتا التكنولوجيه برضو بيكون فيها كليه الصناعه والطاقه. اما جامعه بني سويف الجديده بيكون فيها الكليه المصريه الكوريه لتكنولوجيا الصناعه والطاقه. طبعا كلنا عارفين ان الكليات كلها
انشئت سنه 2019، يعني دلوقتي ما عداش عليها 5 سنين. فتقدر تقول ان الكليات كلها جديده، المباني جديده، الفاسيلتيز جديده، المعامل كلها جديده، الاجهزه جديده. ده غير ان حتى اصلا لو حصل فيها حاجه بتتغير باستمرار. فطبيعي انك هتلاقي في الكليات قاعات مجهزه، هتلاقي معامل فيها اجهزه محترمه، هتلاقي حتى المعامل اللي فيها التدريب العملي بتاع التخصص وليكن هو مثلا طاقه متجدده، هتلاقي معامل خاصه فيها اجهزه تعرفك ازاي تبقى شاطر في المجال ده لو انت جيت تشتغل بعديه كتجربه عمليه. نيجي بقى للجزء اللي هنتكلم فيه عن برامج الكليه. وكليات التكنولوجيا بيكون فيها 4 برامج. اول برنامج هو الاوتوترونكس، بنمبلمنت الالكترونكس مع العربيات عشان خاطر نعلي الكفاءه ونعلي الاداء. هنتكلم بعدين على الميكاترونكس، طبعا الميكانيكا والالكترونكس، امبلمنت الالكترونكس في الميكانيكا عشان خاطر نعمل اجهزه ادق واجهزه تنوع يكون فيها اكبر. هنتكلم بعدين عن الرينيوبل انرجي، هي الطاقه المتجدده. بنتكلم بقى عن الرياح والطاقه المتجدده من الميه ومن الرياح ومن الشمس. وهنتكلم على اخر واحد وهو الاي سي تي، انفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي. ده بقى الناس بتوع البرمجه والكمبيوتر ساينس والكلام ده كله. وانا هعمل فيديو مفصل على كل تخصص بحيث ان انت تعرف هل التخصص ده يناسبك، انت حابب تشتغل الشغل ده، حابب تشتغل في التخصص ده ولا لا. وهيكون في نفس البلاي ليست دي. وبالحديث عن برامج الكليه عايز اكلمك عن طبيعه الدراسه داخل الكليه. الكليه فيها مرحلتين، اول مرحله هي مرحله الدبلوم فوق المتوسط، والمرحله الثانيه مرحله البكالوريوس التكنولوجي. فانت ممكن تدخل الكليه بعد الدبلوم او بعد وات ايفر المؤهل اللي انت هتخش بيه، ممكن تدرس سنتين، والسنتين دولت لحد دلوقتي في موقع مكتب التنسيق بتكون تكلفه السنه الواحده فيهم 8000 جنيه. فدي هنا السنتين بتوع انك تتخرج بمعهد فوق متوسط. هندخل بقى على المرحله اللي بعدها مرحله البكالوريوس. السنه فيها على حسب مكتب التنسيق بتكون 12000 جنيه، فانت هتدفع 12000 في السنه الثالثه و12000 في السنه الرابعه. وطبيعه الدراسه فيهم بتكون زي المعهد بالظبط بالنسبه للسنه دي، بس بنزود مواد ثانيه بقى بتكون مور ادفانسد لمرحله البكالوريوس. هو المؤهل بعد اول سنتين بيكون دبلوم مهني فوق متوسط. اما لو قررت تدرس ال4 سنين عشان تاخد البكالوريوس فمسمى المؤهل بتاعك هيكون البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص، وليكن بكالوريوس المهني في التكنولوجيا في الاوتوترونكس، بكالوريوس المهني في التكنولوجيا في الاوتوترونكس والى اخره. وطبعا بالحديث عن برامج الكليه هنا هتكلم عن طبيعه الدراسه في الكليه. لو انت قررت انك تدرس سنتين بس فهنا انت هتتخرج بدبلوم مهني فوق متوسط. لو انت قررت انك تدرس 4 سنين فهتتخرج ببكالوريوس مهني في التكنولوجيا في التخصص، وليكن البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في الاوتوترونكس، البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في الاوتوترونكس الى اخره. وطبعا هرفق لك في حته المجموع دي 3 سنين اللي ورا علشان خاطر تعرف هي كانت بتاخد من كام وتبدا تتنبأ انت هتجيب كام، وتعرف بقى تحسب الحسبه اللي احنا كلنا حسبناها في وقت من الاوقات. وكمان محتاج تجتاز اختبار القبول قبل ما تدخل الكليه. وهنا احنا بنقول لك احنا هنعمل فيديو عن اختبارات القبول علشان خاطر تعرف انت هتخش تلاقي ايه وتدرب نفسك عليه. وهنا بنذكر ان القبول برضو مش بيكون مقيد بحته التوزيع الجغرافي، يعني ما تقلقش ان انت لو كنت من بلد تانية ممكن تروح حته تانية او ممكن تروح بلد تانية تدرس فيها، ولكن بشرط ان انت تكون جايب مجموع الكليه. وفي الجزء ده من الفيديو عايز اكلمك عن امتيازات طلب الكليات التكنولوجيه. طبعا الطالب هنا اول حاجه المباني والمعامل، كل الكلام ده كله جديد. انت هتدرس جوه في مكان لسه مفتوح من 4 سنين او من 5 سنين، يعني الموضوع ما كملش اي حاجه خالص. المعامل هتلاقيها جديده، الكراسي جديده، الشاشات جديده، كل الفاسيلتيز جديده. يعني انت خلينا نقول ان ما فيش حد استخدم الحاجه دي الا من 5 سنين فقط. يعني الموضوع مش هتحس ان انت عندك تعب ومش هتحس ان انت عندك ملل لو انت بتستخدم الحاجه، لا كل الحاجه جديده وكل الفاسيلتيز متاحه بحيث انها تخدم عليك وانت بتتعلم. طبعا اتاحه ان انت تكمل ماجستير او دكتوراه، يعني الحاجه دي ما كانتش موجوده قبل كده في الكليات العاديه اللي احنا نعرفها بالنسبه لطلبه الدبلوم، ولكن ده بقى متاح عادي انك تكمل الماستر بتاعك وانك تكمل البي اتش دي. طبعا الاثنين بيكونوا ماستر مهني او بي اتش دي مهنيه في التخصص. وتالت حاجه مهمه جدا جدا وهي المناهج بتبقى محدثه باستمرار. ليه محدثه باستمرار؟ او ايه اللي هيخليهم يحدثوها باستمرار؟ او ايه اللي ضامن لك انت انهم يحدثوها باستمرار؟ لان واحد من ضمن اهداف الكليات التكنولوجيه انها تربط ما بين الدراسه في الكليه وما بين الحاجه العملي اللي انت بتتعلمها في الكليه وسوق العمل، عشان خاطر ما يبقاش فيه فجوه. فهنا المناهج لازم تكون محدثه باستمرار علشان خاطر تخدم على الهدف ده من انشاء الكليه. رابع حاجه ان انت بيكون عندك الاختيار انك تكمل بعد سنتين المعهد البكالوريوس او تاخد سنتين المعهد بس. فهنا انت بيدوك نوع من انواع الاختيار، فبتكون حاسس ان انت اوتونومس شويه انك بتاخد القرار ده. انا مش مجبور ان انا اكمل 4 سنين ومش مجبور برضو ان اقعد سنتين، براحتك انت بتختار تكمل سنتين وتبقى بالمعهد بس، او بتختار انك تكمل 4 سنين وتكون خريج البكالوريوس. نيجي هنا بقى لملخص الفيديو. ملخص الفيديو هنقول فيه ايه؟ هنقول احنا عندنا 3 كليات تكنولوجيه الحكومه عملتهم سنه 2019، واحده في القاهره الجديده، واحده في الدلتا عند معهد اوسنا بالتحديد، تالت واحده وهي في بني سويف. اوكي،
وقلنا ان احنا عندنا 4 تخصصات ما عدا جامعه بني سويف بيكون فيها تخصص خامس وهو تكنولوجيا الاطراف الصناعيه. الاربع تخصصات دولت هم ايه؟ هم الميكاترونكس والاوتوترونكس والرينبل انرجي الطاقه المتجدده والاي سي تي انفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي اللي هو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقلنا الكليات دي معموله علشان خاطر نفسيه طلبه الدبلوم، عشان خاطر يكون ليك مكان انت عارف انك بتنتمي ليه وتقدر تعمل منه ماجستير وتقدر تعمل منه دكتوراه بعد ما تخلص البكالوريوس بتاعك لو انت حابب. وقلنا ان منهج الكليه مصمم اصلا في الاساس لطلبه الدبلوم اللي هم بيحبوا الجانب العملي اكتر، فتلاقي المنهج مصمم علشان خاطر يخدم على الجانب العملي اكتر، فبالتالي تخرج فني شاطر وفاهم. ونادر انك تخرج فني نادر وفاهم في التخصص كده، فده بيكون في السوق نادر قوي، لان اغلب الناس اللي موجودين بيكونوا يا اما عايزين يشرفوا يا اما عايزين يشتغلوا بس ومش فاهمين الدنيا جت منين. اما انتوا بتكونوا فاهمين الدنيا جت منين، وكمان شاطر انك تنفذ الكلام اللي انت اتعلمته، وبتكون عارف ده جه منين وده جه منين وده جه منين، فكمان بيكون عندك المعرفه وبتكون مؤهل انك تعرف تطبق بشكل محترف زي ما مذكور في وصف الكليات كلها. وقلنا ان انت بمزاجك تقدر تحدد يا اما تختار تتخرج بعد سنتين ويبقى معاك دبلوم فوق متوسط اللي هو الدبلوم المهني، او تختار انك تكمل ال4 سنين وهنا هيكون معاك البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص. وقلنا برضو ان حسب مكتب التنسيق ان اول سنتين السنه فيهم بتكون ب 8000 جنيه وتاني سنتين السنه فيهم بتكون 12000 جنيه للناس الطموحين اللي عايزين يكملوا البكالوريوس. وهنا بقى نصيحه عبيه which is the most important part of the video. زي ما احنا متعودين ان انا في كل فيديو بقول لك نصيحتي علشان خاطر انت تكون عارف ايه البرسبكتيف اللي انا بنتمي ليه او ايه البرسبكتيف اللي انا حابه تجاه هذا الموضوع. ودي مجرد نصيحه، عايز تعمل بيها تعمل، مش عايز تعمل بيها برضو انت ليك قرارك وانت سيد قرارك. دلوقتي وانا بحضر عشان خاطر اعمل الفيديو بتاع الكليات التكنولوجيه، كل الناس اللي مشرفه ان هي تعمل الكليات التكنولوجيه او انها تصمم المنهج او تتكلم عن الكليات التكنولوجيه كانوا طموحين جدا جدا على اللي هم هيقدموه وعن اللي بيتعمل في الكليات التكنولوجيه. وانا نفسي ليا زمايل كلهم اتخرجوا من كليات تكنولوجيه وفي اللي يختار يكمل في كليه تكنولوجيا والتعليم الصناعي، ولكن الناس اللي كملت في كليات التكنولوجيه وكملوا مرحله البكالوريوس فعلا بشوف بقى ستوريز الواتساب، بشوف ستوريز الانستجرام، او بشوف وات ايفر بقى الحاجات اللي هم بيظهروا بيها قدامي، لا في مشاريع في الكليه، الناس بتروح الكليه والكليه فعلا نظيفه، المعامل نظيفه، المعيدين اللي بيشرفوا عليهم هناك معيدين عارفين ان دول الطلبه طالعين من المعاهد او طالعين من الدبلوم وطلبه شاطرين وايديهم تتلف بحرير، وكمان عايزين يضيفوا المعرفه النظريه على اللي هم عايزين يطبقوه، فبالتالي تلاقيهم طموحين ان هم يخلوهم يتعلموا ويتنوروا ويعرفوا عن التخصص بتاعهم اكتر، لانهم عارفين ان دولت هيكونوا تكنولوجيين في السوق المصري او في السوق العربي او حتى في السوق الدولي لو هم حبوا يسافروا بعدين. فهنا انا بقول لك ما تاخدش او تقول ان الكليه مثلا بمصروفات، الكليه مش عارف ايه، يا عم دولت عايزين يعملوا ايه، عايزين ياخدوا فلوس. الكلام ده كله كلام بيكون شائع وللاسف بيأثر على نفسيه الناس بشكل خاطئ خالص. الكليات ليها مستقبل والكليات فعلا بتدرس لك حاجات قوه مفيده. فيا جماعه ابعدوا عن قصه القيل والقال، وده قال كذا وده قال كذا وصاحبي عمل كذا وصاحبي قال لي ان الكليه جوه مش عارف مالها. كل واحد فينا ليه طريقه التفكير بتاعته وليه ظروفه الشخصيه في التفاعل مع قراراته الشخصيه، فبالتالي خلوا التجربه بتكون بتاعتكم انتوا بس، ما تاخدوش تاثير حد تاني او كلام حد تاني ياثر على تجربتك انت، لان ده في الاخر هيخليك انت مش عارف تاخد قرار، مش عارف اكمل ولا لا. انت دلوقتي بتسمع الفيديو ده عشان خاطر تعرف برامج الكليه، طيب هتسمع فيديو تاني بعدين فيديوهات منفصله في نفس البلاي ليست ده على شرح كل تخصص فيهم، فهتعرف ان انت تقدر تقرر تخش التخصص ده ولا ده، طب اخش الكليه اصلا ولا لا. لو انت اقتنعت بقرارك خش الكليه وادرس فيها بجهد وعزم وقدم كل اللي تقدر عليه، وخد كورسز لو تقدر تاخد كورسز بعدها، وكمان خش على الكليه كده باقبال وخش على الكليه وانت فرحان. ما تخليش حد يفسد فرحتك بالكليه ويقارن الكليه التكنولوجيه بكليات تانية. وانت عارف انا قصدي على ايه، كلنا عارفين احنا قصدنا على ايه، كل طلبه الدبلوم عارفين انا قصدي ايه. فانت دلوقتي ما تقارنش الكليه بتاعتك بكليه تانية، منهجك غير وانت هتتخرج تعمل حاجه مختلفه، وانت متصمم لك لمنهج عشان خاطر تبقى حاجه مختلفه، فما تقارنش نفسك. ومين عارف بعدين ممكن انت تقدر تعمل ايه او تستفيد بالتخصص بتاعك ازاي او بالمؤهل بتاعك ازاي. فما تقارنش وتبص لبعدين قوي قد ما انت المفروض تبص دلوقتي الوقت اللي انت فيه، في الوقت الحاضر اللي انت فيه، انك خلاص داخل الكليه، اشوف بقى المواد اللي عليا عامله ازاي، اشوف هنجح ازاي في الكليه، اشوف هبقى شاطر ازاي في الكليه. هو ده كل اللي مطلوب منك دلوقتي. افتخر ان انت خريج دبلوم، افتخر ان انت بتدرس في الكليه، وقول كليتي كذا كذا وانا بدرس كذا كذا، واتكلم بفخر عن كليتك كده، ما تحسش ان انت ناقصك حاجه.
لا اتكلم براحتك، وكليتي بدرس فيها كذا كذا كذا، كليه زيها زي اي كليه، مفيش كليه احسن من كليه زي ما احنا قلنا، ومفيش كليه افضل من كليه في ناحيه معينه او في حته معينه. ودلوقتي كمان النقابه بتاعتكم بتتعمل علشان خاطر انتوا يكون لكم النقابه بتاعتكم ليها الامتيازات بتاعتكم زيها زي اي نقابه. اي نعم طبعا هتكون لسه نقابه جديده مش زي ثقل النقابات اللي موجوده قبل كده، ولكن ليك نقابه بتنتمي ليها، هتديك خدمات معينه، هتديك امتيازات معينه، وكمان هيكون ليك نقابه بتدافع عنك وبتدافع عن حقوقك لو حد فكر ان هو يجي على حقك في حاجه. وده جزء مهم جدا جدا وبشرة مهمه جدا جدا كل طلبه التكنولوجيا كانوا مستنيينها. وكل واحد منتمي للجامعات التكنولوجيه خلاص بقى ليك نقابه دلوقتي، والنقابه دي هتضمك وهتعرف ان انت ليك حقوق وعليك واجبات تجاه النقابه برضو. فهنا النقابه بتاعتك هتساعدك ان انت تعمل حاجه، هتساعدك ان انت تقدم على حاجه. شوف امتيازات النقابه بعدين بقى، وانا بعدين هحاول اعمل فيديو عن النقابه هتقدم ايه، ولكن بعد ما يبقى ليها كرايتيريا واضحه كده ان احنا نعرف هي بتقدم ايه، وهعمل لكم فيديو عليه ان شاء الله. فانشاء النقابه بعد 4 سنين من انشاء الكليه او 5 سنين من انشاء الكليه، فهنا بيقولوا ان في اهتمام تجاه طلبه التكنولوجيا. يعني هم لو كانوا ناسيين او زي ما يقال ان هم مثلا طلبه التعليم الفني دولت مش عارف ايه، احنا مش عارف ايه، كل ده اشاعات. فهنا انا بقول لك خليك في طريقك ماشي، اتعلم اللي المفروض تتعلمه دلوقتي، ركز في وقت الكليه او وقت الدراسه بالدراسه فقط، ما تشغلش بالك لا بشغل، ما تشغلش بالك باي حاجه تانية تشتتك عن الهدف اللي انت فيه دلوقتي. اتعلم والفلوس هتيجي، ادرس كويس والفلوس برضه هتيجي، اتقن التخصص بتاعك وبرضه الفلوس كده كده هتيجي. خلي يكون عندك اولويات. دلوقتي انا عندي اولويه ان انا اتعلم الكورس ده، كورس مثلا وليكن برمجه سي، كورس مثلا برمجه سي بلس بلس، خلاص ده الهدف بتاعي دلوقتي، دي الاولويات بتاعتي وانا في فتره الطالب. فبالتالي ما تخليش نفسك عرضة لأي حاجة أو أي مؤثر خارجي إن هو يعطلك عن فترة الدراسة دي. وده هيحصل لما أنت تحس إن أنت مش مفتخر بالكلية بتاعتك أو مش مفتخر بالحاجة اللي أنت فيها. لا، انت بتدرس بكالوريوس وانت بتحب كليتك وبتحب المجال بتاعك وخلاص، عايز تقدم فيه حاجه، عايز تعمل فيه حاجه، فبالتالي ما تسيبش نفسك لاي حاجه تاخدك لحته تانية تعطلك عن اللي انت فيه. وبكده يبقى احنا وصلنا لاخر الفيديو. طبعا النصيحه انا قلت لك عليها كل اللي في قلبي وكل اللي انا عايز اقوله لك. افتخر بنفسك، افتخر بالكليه بتاعتك، افتخر بالمسار التعليمي اللي انت مشيته عشان خاطر توصل للحظه دي اللي انت بتبحث فيها عن الكليه دي، وان شاء الله تنضم لو ده خير ليك او لو انت قررت ده، وباذن الله تكون خطوه موفقه. واتمنى ان الفيديو عجبك وجاوب لك على بعض الاسئله. اتمنى تعمل سبسكرايب في الشانل بليز، يعني كنوع من انواع الدعم ليا، وتعمل لايك للفيديو عشان اعرف كام واحد مهتم بالدراسه في الكليه التكنولوجيه، وتعمل شير الفيديو مع صاحبك اللي كان عنده لخبطه في المعلومات عن الكليه. وابشر يا صديقي.